السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بص يا صاحبي، خلينا كده ايه، نقعد كده ونتكلم على رواقه عن ماتش الاهلي والزمالك. ليلة الامتحان يكرم المرء او يهان. احنا في ليلة الماتش اهلي وزمالك، ماتش بكرة. حاجات كتيرة، حواديت كتيرة، قصص كتيرة، كلام في الملعب، كلام عن تفاصيل. هنتكلم فيها كتير جدا. لان الماتش القمه ده مش اي ماتش، يعني ده حدث بيوقف الدنيا كلها. يعني لو نزلت الشارع وقت الماتش يعني مش هتلاقيه فاضي. المحلات، في محلات كانت بتقفل بدري، القهاوي مليانه، الناس كلها مستنيه. وده في حد ذاته بيقول لك ان الماتش ده يعني والله مش مجرد 90 دقيقه. يعني من واحنا صغيرين تاريخ جوه مصر، ماتش الاهلي والزمالك ده ماتش تاني خالص غير اللي في الدوري. طيب، الاهلي داخل الماتش ده وفعلا عليه ضغوطات كبيره جدا، الجمهور مش راضي قوي عن الاداء الفتره اللي فاتت. يعني تلاقي ماتش بيبان فيها شخصيه البطل اللي هو النادي الاهلي، وده بيخلي الجمهور دايما قلقان. طيب، جمهور الاهلي عايز يضمن ان فريقه وقت الجد فعلا موجود. يعني النهارده القمه دي هي اكبر اختبار للعيبه الاهلي والمدرب. طيب، هل الاهلي هيبان بشخصيه كبيره اللي هي احنا زي ما بنقوله بتطلع في الاوقات الصعبه، ولا هيفضل برضه في تذبذب كده زي الفتره اللي فاتت؟ كمان في تفاصيل صغيره كده جمهور الاهلي بيستنى يعني يشوفها في اللعيبه الكبار اللي هم بيبانوا فعلا في الماتشات الكبيره. طيب، يعني ممكن لاعب يبان عادي جدا طول الموسم، ما يعني يكون لعبه ضعيف جدا، لكن لو في ماتش القمه ده ظهر، الناس كلها بتفضل فاكراه. ودي في مطوشه القمه كلها، يمكن في امثله للعيبه كتيره قوي احنا فاكرين لحد دلوقتي، حتى لو كان طول المواسم ما كانتش بتلعب كويس. طيب، اما على المدربين بقى، القمه بالنسبه له مش 3 نقط بجد، يعني ممكن تحدد مصيره. يعني كجمهور هيقف معاه ولا هيقف ضده او يهاجمه. يعني اختياراته جوه الملعب، الماتش ده هيكون يعني من الاخر زي ما بيقولوا تحت الميكروسكوب. طيب، من ناحيه تانية الزمالك داخل الماتش ده بحسبه تانية جدا. يعني عنده مشاكل كتير مر بيها. يعني الفتره اللي فاتت كانت في مشاكل، وفي لعيبه عايزه فلوس، وفي عقود. طيب، بس قدام الاهلي الموضوع بجد بيتغير. اللعيبه والجمهور شايفين ان اي نتيجه ايجابيه هتكون بمثابه اعلان احنا لسه موجودين. طيب، تيجي بقى للملعب نفسه، نتكلم في تفاصيل الملعب. الاهلي لو ضغط من اول دقيقه واستغل فعلا سرعات اللي على الاطراف، هيقدر يعمل خطوره، يعني خصوصا لو مسك الزمالك من البدايه. طيب، لو خلى الزمالك تحت ضغط، فعلا الاهلي هيمسك الماتش. لكن الزمالك عنده سلاح مهم قوي، سلاح نص الملعب. ولو عرف يمسك الكوره ويبطئ اللعب ويستنى يعني فرص زي ما بيقولوا فرص المرتدات، يعني او اي غلطه دفاعيه عند دفاع النادي الاهلي هتكون بمثابه يعني ايه، احنا اقمنا عليكم الحد خلاص. الماتش ده هيبقى في ايد الزمالك، بعيدا عن اصابه دونجا، لعيب نص ملعب كبير قوي. طيب، الماتشات دي بتبقى التفاصيل الصغيره هي اللي بتفرق. يعني مثلا كورنر، فاول قريب من المنطقه، كره مرتده، حتى الغلطات الفرديه ممكن تغير النتيجه كلها. طيب، بص يا صاحبي، القمه يا صاحبي دي ما فيهاش توقعات. انا واحد من الناس ما بتوقعش ماتش القمه دي. يعني ممكن تدخل الماتش ده الاهلي او الزمالك مثلا مسيطر، ويفاجئ بهدف يقلب الدنيا من الناحيه الثانيه. او مثلا الزمالك داخل طول الماتش وحش، بس بيجي في كوره شكرا. فاللي هيحسم الماتش في الاخر من وجهة نظري الاعصاب. مين يعرف يهدى، مين يعرف يركز، مين يقدر يستغل انصاف الفرص زي ما بيقولوا. وفي ماتش زي ده يعني يعني زي ما بيقولوا ايه، انصاف الفرص هي اللي بتكتب التاريخ من الاخر. طيب، اجمل حاجه بقى بعد القمه، بعد ما الماتش ان شاء الله يخلص، يعني هتلاقي الشارع كله عايش تفاصيل بقى. يعني هنتفرج بقى على محللين، هنتفرج على صحابنا بيتكلموا في الكوره. والله العظيم حتى اللي مش فاهم في الكوره هتلاقيه بيتكلم الاهلي كان احسن، مش عارف الحكم ده عمل ايه، المدرب اخطا. بص، هتلاقي اسبوع كامل كده الناس كلها مشغوله بماتش القمه، وده خسر وده كسب. فالقمه يا صاحبي مش محتاجه انك تبقى محلل كبير، يعني من الاخر يعني محتاجه كده حد يعني فاهم، مركز،
يعني قدام الشاشه كده فاهم كل حاجه. فمن الاخر كده هات لك كوبايه شاي، طبق فشار، 90 دقيقه، يعني كله مستنيها يا صاحبي. وفي الاخر هي دي كوره، ويوم ليك ويوم عليك. بس دايما نرجع ونقول القمه هتفضل احلى ماتش في تاريخ الكره المصريه، يعني يخلي الناس كلها عايشه في الحدث. وبصراحه ماتش القمه ده ليه مواصفات خاصه. اذا كان لعيبه الاهلي، لعيبه الزمالك، مدربين، الجمهور. فنتمنى نشوف ماتش بكره حلو. وما تنساش تعلق لي تحت وتكتب لي كومنت، سبسكرايب ولايك. سلام.